السلام عليكم ومرحبا بكم، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في مطبخ ميليسا. وصفتنا لنهار اليوم قلب اللوز، يجي حميمر الله الله، يجي احسن من تاع المحلات. حاجه نظيفه ديريها في البيت تاعك كيما راكي تشوفي في المول الاسطوره، يعني بمقادير قليله، يعني اصغر كيله في اليوتيوب. يعني راح يجيك ناجح مليار بالمئة، يجي معسل حتى للقلب كيما راكي تشوفي، ويجي بنين بنين بزاف. ما نحكي لكمش على البنه تاعو الهبال تاع الدنيا كيما راكم تشوفوا، بمقادير مضبوطه وناجحه ان شاء الله كامل تستفادوها. راني جيت وجبت لكم ريحه رمضان. هنا معليا غير نقول لكم نروحوا للوصفه وطريقه التحضير. راح نديروا الشربات، كاس سكر، زوج كيسان تاع الماء، نشعلوا عليهم الفرن قبل ما يغلي، نخلو نحسبوا له 10 دقائق ونطفوا ونروحوا للفاميه تاعنا. راح نديروا زوج كيسان تاع سميد يكون خشين، وراح نديروا معها كأس سكر، كذلك راح نضيفوا ملعقه كبيره من الفاني، وراح نديروا رشه تاع الملح، ونخلطوهم مليح مليح. يعني ذاك السكر ندخلوه في كامل السميد تاعنا. هنا راح ندير ربع كاس تاع الزيت، يعني ديروا كأس وليد، وراح نخلطوها، يعني نبسو كيما نبسو المقروض. راح ندخلو كامل هذاك الزيت ونحمو هذاك السكر بيدينا يذوب شويه، يعني على الاقل يذوب لنا مع السميد تاعنا كيما راكم تشوفوا. يعني حلوه بيديكم مليح مليح. راح نجيبو نص كاس تاع يعني ماء مخلط مع ماء الزهر، وراح نضيفه بالتدريج، يعني بالكميه القليله حتى نكملوا كامل هذاك نصف الكاس تاعنا. راح نلموها ونغطوها بالسيلوفان كيما راكم تشوفوا، ونخلوها يتبات ليله كامله. يعني ديريها في الليل تخليها الصباح تخدميها، الا كنتي مزروبه خليها على الاقل ساعتين. هنا بعد ما خليتها ارتاحت البنات، راح تشوفوا كيفاه تشرب كامل هذاك العسل وهذاك الماء. يعني شوفوا كيفاه ذاب، يعني تزيري عليه راح يقطر يعني بالحسيله السكر هذاك اللي ذاب. راح نجيبوا البلا تاعنا ندهنوه بكميه من الزيت، وراح نضيفوا له يعني الخليط تاعنا تاع السميد. بهذه الطريقه راح نسووه على كامل يعني البلا تاعنا. البنات ما تزيروش بزاف، الاخر غير بيديكم الفوق وتستعينوا بالمغرف بهذه الطريقه باه ديروا الجهه الفوقانيه يعني تجيكم ملسه. بعد ما نديروا الطبقه الفوقانيه ملسه، هذه هي النتيجه اللي راكم تشوفوا فيها. راح نقطعوه غير من الفوق، ما نوصلوش حتى للتحت. كيما راكم تشوفوا راني نرسم يعني في الخط غير من الفوق، ونزينوه بالقليل من الكاوكاو، ولا تقدري ديري حبه لوز في الوسط كيما تحبي. هي انك برك تنفخيهم في شويه تاع الماء يكون دافي حوالي 10 دقائق، عاد تضيفيهم به من بعدها كي ديريه في الفور ما ينحرقلكش. راح نشعلوا الفور على 180 درجه، نطيبوها من تحت كي تشوفوها طابت مع الحواشي. نخرجوا عفوا الصينيه تاعنا وندهنوا يعني الوجه الفوقاني بالسمن ولا بالزبده. هنا بعد ما طابت لي الشوربه درت لها فنجان تاع ماء الزهر. بعد ما طابت لي من تحت وشعلت عليها من فوق، خلوها تحمر البنات شويه كيما راكم تشوفوا، وشربوها. كي تشوفوها هكا تشربوا عرفوا باللي يعني الشاميه تاعك راها ناجحه مليار بالمئه، مادام راها تشرب لك كامل هذاك يعني الشربات اللي خدمناها. نخلوها ترتاح ليله كامله او ليلتين، وشوفوا لي النتيجه بسم الله ما شاء الله. انا جاتني شويه يعني عاليه، نتوما استعينوا بكأس وليد راح تجيكم هذاك هو العبر بسم الله ما شاء الله، ولكن جات ما شاء الله قوه في البنه. جربوها البنات، واللي ماهيش مشتركه معايا في القناه غير تشترك لمزيد من الوصفات ان شاء الله. وهنا معليا غير نقولكم الى اللقاء وفرجه ممتعه في فيديو اخر ان شاء الله.